السلام عليكم، مرحبا بكم في قناتي وقناتكم هبه نور شانيل. نرحب بجميع المتتبعين والمتتبعات. فهذا اول فيديو تنبان فيه الصوره ديالي. فدائما الصوت ديالي تتسمعوا، ولكن اول مره تكون مباشره. وانا تنشكركم بزاف على التتبع ديالكم، وان شاء الله نتمنى ان نلقاكم الفيديو في احسن الاحوال، ونتمنى يعجبكم كذلك الفيديو. تبقاو معايا حتى الاخر ان شاء الله. فكما تلاحظوا من العنوان غنتكلم لكم كيفاش جاتني الفكره انني ننشأ القناه، وكيفاش انني وصلت 4000 ساعه و1000 مشترك، يعني حققت الشروط ديال اليوتيوب. مازال القناه ديالي في المراجعه حوالي اسبوع هادي، بحال اليوم دخلت، بحال الجمعه الفايته دخلت المراجعه. ولكن ان شاء الله نتمنى وخير، نتمنى انها تفعل، ونتمنى ان المشاهدات يزيدوا ويكثروا ويزيدوا يترفعوا كذلك. نتكلم عليكم كيفاش انني فكرت انني ننشا قناه. فقبل ما ننشا القناه كنت انا من المتبعات الوفيات لبعض القنوات المغربيه على الخصوص. فكنت مدمنه عليهم. فكنت ما تيمرش نهار ولا يوم ما تنتفرجش في فيديو. فكنت انا بين المدمنين وبين دوك المتتبعين الاوفياء لبعض القنوات ديالهم اللي تيبغوا. وكنت تلقى متعه وانا تنتفرج في الفيديو اللي تعجبني، وتنستافد بكل صراحه. تنستافد بزاف من اليوتيوب. هذا اليوتيوب عالم، و عالم اللي فيه بزاف ديال الحوايج ممكن انك تتعلم منه، ممكن انك تتعلم منه اللغات، ممكن تتعلم منه بزاف ديال الحوايج. فكنت الا كنت اي حاجه بغيت نعرف عليها تنمشي ندخل اليوتيوب، تنشوف التجارب ديال الناس، تنشوف كيفاش تتعاملوا مع بعض الامور، واستفدت منه بكل صراحه. لذلك جاتني فكره علاش انا ما تنشأش قناه نقدم فيها داكشي اللي تنعرف انا، نشارك مع الناس بعض الاشياء اللي تتهمني. وجات فكره الانشاء القناه. في مجرد جاتني فكره القناه انني ننشأها، بمجرد جاتني ديك الفكره مباشره الغد ليه نشأت قناه. فنشأت انا قناه ما عنديش لا امكانيات، ما تنعرف لا مونتاج لا والو نهائيا. فقلت انا ما غاديش نبقى نتسوف نقول اليوم غدا نتعلم، اليوم غدا انني نوجد كاميرا مزيانه ولا تليفون مزيان. فقلت اللهم نبدا بداكشي اللي عندي، ونحاول من هنا لقدام نتطور. ففعلا بديت هكذاك. بديت ما تنعرف حتى شي حاجه، ما تنعرفهاش حتى المونتاج ما تنعرفوش. مجرد انني قلت ندير انشاء قناه، مشيت لجوجل كيفيه انشاء القناه، كتبتها، تبعت دوك المراحل وانا نشأ القناه. المرحله الثانيه تنفكر اشنو هما الفيديوهات اللي غندير، اشنو ديال الفيديوهات، وكيفاش غندير المونتاج وداكشي. فبديت تنبحث انا الناس تيوجدوا لي فيديو، تيوجدوا شحال من حاجه اللي تيفتحوا القناه. انا لا، فتحت القناه اللي بديت نوجد اشنو اللي ممكن ندير. فاختاريت الموضوع بما انه اختاريت مع 2018، بدايه ديال سنه 2018 اختاريت الموضوع ديال تنظيم الوقت. فبقيت تنبحث شي 3 الاسابيع تقريبا وانا تنبحث في هذا الموضوع. الحمد لله. وانت تتبحث باش توجد واحد الفيديو، الحمد لله تستافدي منه. يعني من خلال داك البحث ديالك تتحاول تعرف على بزاف ديال الحوايج. وهذه نقطه مهمه في اليوتيوب بزاف، لانك لان بحال دوك المواضيع اللي كنت انا اختاريت انني نتناولهم، هما المواضيع اللي ضروري انك تعرفي عليهم، ضروري انك تعرفي هذا شنو قال، هذا شنو قال، شنو. ضروري انك تجمعي المعلومات وتقراي عليهم باش انك توجدي واحد الموضوع واخا تيبان بسيط هو، ولكن راه تتبحثي عليه اكثر لانك تتقدموا في شكل فيديو. بالنسبه للمونتاج فهو قصه اخرى. هذاك بالنسبه للمونتاج ما كنتش عارفه نهائيا كيفاش انني ندير المونتاج لفيديو. فكان واحد في البيسي كان لاصق فيه واحد موفي مايكر. هذاك بسيط جدا، والطريقه ديال الخدمه ديالو بسيطه. هذاك بديت به. وبديت نقلب على الصور، وحالت باش تقلبي على الصور. وفي الاول ما كنتش عارفه بان تقدر تكون ديك الصور اللي تديري عليها حقوق النشر ولا شي حاجه، الا درتيها غتلقاي شي مشكل. فتلقى مشكل بزاف في البحث على التصور، تاخذ لي واحد المده معينه.
المهم البدايه ديالي كانت هكذا، يعني بديت انا بلا ما نوجد حتى شي حاجه، لدرجه ان حتى التليفون كان عندي واحد التليفون بسيط هو هذا، باش اول ما مازال محتفظه به وغنحتفظ به. لحقاش هذا اول فيديو ليا صورت فيه، كانت داك الفيديو ديال يوم من عطلاتي، هذا صورته هكذا. كانت واحد المتتبع، كنت نصور هكذا، كان واحد المتتبعه قالت لي لا بقاي صوري هكذا، فبقيت من بين النصائح اللي تا المتتبعين تا هما تعطوهم برافو عليهم. بقيت نصور هكذا. وختي يعني تليفون بسيط جدا، ماشيش ديك في اول مره يلاه بانو كان بألف درهم، دابا راه قل من هاد الثمن، دابا غيكون وصل شي 400 ولا 300. المهم فكنت فكرت، بما فكرت انني ندير قناه، فبلا ما وجدت بلا ما والو مباشره بديت وانا تندير في الفيديوهات، وانا في نفس الوقت تنستافد وتنبحث. بالنسبه كيفاش انني في الفتره بين شهر واحد حتى شهر 10 تقريبا 10 شهور وانا تنخدم في القناه، تنبارطاجي في الفيس فقط، لان الفيس هو اللي كان عندي. الفيس هو فاش تنبارطاجي، وفي الواتساب مع العائله. فهذيك الفتره كلها يلا حصلت على 400 تقريبا ديال المشتركين. 400 المشتركين وشي 400 ساعه ولا ما كاملاش. فتصور انني كنت خايفه ان العام يكمل وانا مازال ما حققت الشروط، وبزاف ديال الناس تيقولوا شي حاجه هما متاكدينش منها. بعض اليوتيوبرز تيستغلوا تيديروا شي عنوان هكذا، ولا تيقولوا شي حاجه هما ما متاكدينش منها من المصدر، فتيقول لك مثلا راه الا كملتي العام راه بتحذف لك القناه وانت ما كملتيش الشروط وشحال هذا. فكنت دائما خايفه من هذا المشكل، خصوصا ان في شهر 10 يلا عندي 400 مشتركين، يعني صعيب جدا انك تحققي الشروط في العام. فبديت نبحث علاش، خصوصا انني تنشوف بعض القنوات يلا بداو يعني شهرين هما وصلوا تبارك الله عليهم، فاتوا 1000 مشترك وتبارك الله عليهم تفعلت قنواتهم في 3 شهور في 5 شهور. وبينما انا القناه ديالي يعني 10 شهور ومازال ما حققتش حتى شي شرط من دوك شروط التفعيل. فبديت نفكر علاش زعما القناه ديالي ما عندهاش بزاف ديال المشتركين. ف يعني ديك اللي عندها ديك مثلا القناه اللي تنشوف دوك القنوات اللي الفيديوهات ديالهم ماشي شي حاجه، زعما اللي دغيا الناس اشتركوا فيها وصلات تفعلات القناه ديالها في ظرف وجيز. ديك بقيت تنفكر على الاسباب، فبقيت ندخل اللايفات. وهاد اللايفات راه مهم. اللايفات بالنسبه ليا كنت عندي عليهم تمثلات خاطئه، ولكن الحمد لله فاللايفات عندهم دور كبير في انك تحصل على عدد المشتركين، يعني تعرفي على الناس من خلال اللايفات، وكذلك من خلال السويعات. فاللايف تيجمع لك السويعات. تصوروا انني من شهر واحد حتى شهر 10 يلا 400 ساعه و400 وشي حاجه ديال المشتركين. في ظرف شهرين من شهر 11 حتى شهر 12 كملت 1000 من شهر 11 تقريبا حتى شهر 12 كملت 1000 مشترك، يعني في شهر كملت 1000 مشترك. ومن شهر 11 تقريبا بديت اللايفات، مرات ندير ومره ما تيقولوا لك لا راه الا كان داك اللايف مظلم راه ما غاديش يتحسب ليك، كان اللايف راه غيتحذف ليك، راه ما تيتحسبوش السويعات ديالو الا كان مظلم ما فيش ما بيناش فيه اولا شي حاجه. فكل شيء هادو كانوا اشاعات ماشيش حقيقه. لذلك كنت مرات نديرهم مرة ما تنديرهمش. ولكن مؤخرا وليت ندير لايفات بزاف، وشفت بان التسويعات ديالي غاديين يطلعوا بالفضل اللايفات، وتتعرفي على المتتبعين ديالك وتتعرفي على قنوات اخرين، وهكذا تتجمعي السويعات وفي نفس الوقت تجمعي عدد المشتركين. المباشر مهم باللي بغى يجمع السويعات في ظرف وجيز. اللايفات عندهم واحد عندهم زعما واحد شنو تنقول عندهم قيمه، يعني ممكن انك تجمع السوايع في ظرف قبل ما تكملي العام. فالمرحله الاولى درناها هي المرحله ديال الشروط، حققناهم بعد ما خدمنا فيهم. وانا دابا تنتسنى اسبوع هادي، اسبوع تقريبا وانا تنتسنى يجاوبوني اليوتيوب. لحد الان مازال ما جاوبونيش، ولكن شفت بعض الفيديو ديالي اللي درت هاد الايامات
شفت انا العدد المشاهدات ديالهم ما تتجاوزش، يلا تتلوحي فيديو مثلا في النهار ولا يومين يلا يوصلوا 100 مشاهده. وكما تتعرفوا راه المشاهدات هما اللي ضروري. تشوف مثلا انا عندي 2000 مشترك 2000 مشاهده، ولكن رغم ذلك يلا عندي حتى 10% ديال المشاهدات في النهار الاول ما دي ما كايناش. والاساسي في هذا اليوتيوب هو المشاهدات، يعني الا ما عندكش المشاهدات بزاف راه ما عندكش والو. يعني ضروري انني نخدم دابا المرحله الاخرى، ضروري انني نخدم على عدد المشاهدات. في الاول نخدموا كيفاش اننا نحققوا الشروط ديال 1000 مشترك و4000 ساعه. وطبيعه الحال هادو الشرط باش تفعل القناه ديالك. والمرحله الثانيه هي انك تقلب على كيفاش انك توصل لعدد كبير من المشاهدات، انك تلوح واحد الفيديو مثلا وفي النهار الاول يحقق لك بزاف ديال المشاهدات. هذه هي المرحله اللي مرحله صعبه جدا، وهي اللي مرحله كاينه فيها ان شاء الله نتمنى اننا نتوفق. في البحث ديالي في اليوتيوب المغربي، هاد يومين تقريبا باش شفت شويه شويه من كل قناه اللي معروفه في الصعيد على الصعيد المغربي. وشفت بان المشاهدات مثلا عندهم 100,000 مشاهده، فوق 100,000 مشاهده. فلقيت بانهم اشنو اللي تيديروا، بانهم تيشاركوا الحياه ديالهم. يعني تدير مثلا الروتين ديالها اشنو اللي تدير مثلا في الدار، وتدير لك شي وصفه ولا شي خريجه ولا شي فلوق ولا شي حاجه، وتتكون واحد تلقائيه. يعني ماشي تتصطنع ولا شي حاجه. هادو بحال هاد الناس تنشحوا لهم لي فيديوهات، يعني تيكونوا بحال الا الجمهور ولا المتتبع تيكون عايش معاهم. يعني فهادو والنوع ديال الفيديوهات لقيت اكتشفت بانه كاين عليهم الاقبال بزاف. ونقطة أخرى أن بعض القنوات اللي تبارك الله عليهم التصوير عندهم مزيان، المواضيع عندهم زوينة، كلشي عندهم زوين، ولكن المشاهدات ديالهم عندهم ناقصة. ما عرفتش علاش. واش هاد اليوتيوب هو حظ ولا خدمة كما تيقولوا يخدموا؟ ان شاء الله غنكتشفوا. غنحاول نبحث على سر اليوتيوبرز وكيفاش غنوصلوا لعدد المشاهدات كبيرة ان شاء الله، ونحققوا ان شاء الله الهدف ديالنا جميع. من يعجبكم هذا الفيديو ما تبخلوش عليا بالتعليق ديالكم. فالتعليق ديالكم والملاحظات ديالكم تتهمني. شنو اللي تعجبكم في هذه القناه، واش تعجبكم ولا ما تعجبكمش، ولا غير تجاملوني فقط. فانا تنبغي نقتل بان ما غاديش نتقلق في في اي ملاحظه شفتوها في القناه ديالي ما عجبتكمش، ما كانش المحتوى ماشيش هو هذاك، المونتاج ماشيش هو هذاك، فما تبخلوش عليا قولوا لي اشنو اللي ممكن ندير، كيفاش انني نطور، اشنو اللي تعجبكم باش تعاونوني كيفاش نطوروا هذه القناه مجموعين. فانتوما هما يعني الجمهور، يعني نتوما هما المتتبعين. يعني خاصني انا نرضيكم، فاش تبقاو ديما تتبعوني خصني نبقى نرضيكم. فلذلك ما تبخلوش عليا، وان شاء الله نتمنى لكم السعاده وكل ما تمنيتوا ان شاء الله. وبارطاجيو هذا الفيديو مع الاحباب ومع الاصدقاء، والى فيديو اخر ان شاء الله. مع الف سلامه.